والشكر موصول إلى سيدي ووالدي جلالة الملك والد البحرين، وإلى معالي وزير الداخلية أيضا على تجاوبه الدائم على كل ما نطرحه وتواصلهم الدائم وزارة الداخلية اللي مو مقصرين في هذا الموضوع حتى ما يحتاج مرئيات، الموضوع بس خلاص هذا الموضوع يحتاج إلى طي صفحة الماضي، تبييض السجون، إخراج الجميع. المهم أن احنا ندعو اليوم إلى تبييض السجون. آباء وأمهات قد شابت شعورهم، اليوم أحكام الإعدام تؤلمنا، لا زالت تؤلمنا أن وجود هناك أحكام إعدام. نأمل ونتمنى أن هؤلاء أول من يفرج عنهم ويفرج عن جميع القضايا، أصحاب القضايا السياسية، أهالي أهلكهم الفراق، بيضت عيناهم من الحزن والأسف والأسى على أبنائهم. 13 عام من الفراق، 13 عام من الألم، 13 عام والبحرين فقدت جزء من أبنائها، مجتمع بأكمله فقدته في السجون. هذا لين اليوم أنت إذا فرجت عنهم وخليتهم يشتغلون في المجتمع وخليتهم يشاركون في نهضة المجتمع، اليوم مجتمعنا بينهض. شخصيا أنا أكثر ما يؤلمني نظرة الآباء المنهكة المكسورة، نظرة الأمل والألم، أملهم أن بالعفو الملكي، بأن يشملهم العفو الملكي. اليوم أنا ما أنادي بعقوبات بديلة معالي الرئيس، اليوم أنا أنادي بالعفو الملكي الشامل، أن يشملهم عفو جلالة الملك. فدائما الرحمة تسبق العدل، ونؤكد على حق مواراة الثرى، حق النظرة الأخيرة في حال فقدان أو وفاة الآباء، وفاة الأمهات اللي يعني آلمهم الفراق وماتوا حزنا، ماتوا اشتياقا. فمن حق السجين اليوم حتى لو حكمه مؤبد، حتى لو حكمه إعدام، إنه يروح يلقي النظرة الأخيرة ويواري الثرى، والده، أمه، أقربائه، اللي أتعبه وأتعب أهله طول الفراق. اليوم القانون ما يتعارض، القانون معالي الرئيس مع الرأفة والرحمة والإنسانية. أكثر ما يؤلمنا حالات الوفاة معالي الرئيس، احنا ممكن نتفادى كل هذه الأمور بعودة المجتمع اليوم الموجود داخل السجون إلى خارج السجون. اليوم البحرين بلد الحرية، بلد الانفتاح، بلد السلام، بلد أهل الكرام. فنؤكد على ضرورة العفو الملكي الشامل، وهذا مو غريب على جلالة الملك، ومع المصالحة الوطنية. هؤلاء أبنائنا، أخواننا، هؤلاء أهلنا، فندعو إلى ضرورة العفو الملكي الشامل. شكرا.